المضاربة ومحاربة شتت الأسعار التي ما فتئت جذوتها تخمد إلا وترجع للاستعال من جديد. العجب كل العجب، لماذا هذا التدحرج إلى أتون العنف؟ ليعلم الذين يعتقدون أن العنف مطية من مطايا حل المشاكل وترفيع الحكومة إنهم مخطئون. وهذا نزيدك دقيقة مثال بلا في شكلك مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ الاجتماعية، لذا أدعو أن تحسب لها الحكومة ألف حساب كي لا نكون في سوق عقاب أو يكون حوارنا حوار الترشان والكل يعتقد أنه صاحب الرأي الأفضل فيكون فشل الحوار قبل انطلاقه. حي هل نبني بلدنا لبنة مش نعيط للسميرة. عايزة مني ايه؟ أنا مخصمك يا أنت عايزة ايه؟ أبسط شيء للحكومة التونسية إذا تكرم شهدائها وتعمل لهم دار للشهيد هي أمور رمزية في كل ولاية يلتقي فيها الشهداء في كل مناسبة على الأقل. يا عم يا أختي. L'intelligence de vous excuser. Et je suis certaine que le peuple tunisien, le grand peuple tunisien, acceptera vos excuses. Il est temps pour croire que la situation est finie, est changée, que Ben Ali n'est plus là, que le monde bouge et que la colonisation est finie, réellement finie. On doit instaurer de nouvelles relations basées sur le respect réciproque et mutuel. طب حد فيكم كلمها بقى بلاش انا اكلمها. المدارس باظت يا جدعان. منوئين ولأعداء الفكر والكلمة أنني سأقاضي الفيسبوكيين المأجورين الذين احترفوا تشويهي بمقابل مادي حقير. لن تنجحوا في إقصائي وعزلي ولا في المس من ثقتي في نفسي. منكم بأنني سأطالب بفتح تحقيقات في أصحاب الصفحات التي هي موثقة عندي بالصورة وبالكلمات وسأطالب بمحاكمتهم محاكمة علنية حتى يا لهوي يا خرابي يا ندمتي يا فضحتي يا لهوتي يا لهوتي يا خرابي يا فضحتي. طالب وزير تكنولوجيات الاتصال بإصدار أمر أو قرار يجعل الإبحار في فتح الحسابات في الفيسبوك بمقابل مادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.